حلمي ايدك يا ابوك. الحمد لله على سلامتك يا ابني. انت مين يا عم؟ انا عارفك زكريا الله، انت مش فاكرني يا ابني. مش واخد بالي يا عم الله. معلش معلش يا حبيبي، ده اكيد حادثه؟ هو انا عملت حادثه؟ يا مسكين انت كمان مش فاكر حتى. معلش يا حبيبي، هات ربنا يرجعلك الصبر. فاكرني يا عم؟ انا ما عادش بتتكلم عني اصلا. بتكلم عنك، سامحني يا ابني. انا ما قدرتش اصلح بينك وبين ابوك، وكان يرضي عنك. بعد ما خدت كل الفلوس بتاعتها المخدرات والمال كنت بتشربه. يعني انت انت بتخاف تقول يا عم انت؟ بقول انت ما تسمعش كده ابوك. بقول لك يا عم انت ما تجننيش. انا عارف ان هي حاجه جنة، انه ضرب في القلب بتاخد خطيبتك وعيلتك، لكن صدقني يا ابني، ده بيحب وانت عامل كل ده يقعد عليك. يا عم انا ما اعرفش حاجه عن هذا كله اصلا. يا حرام، الحادثه نسيتك كل حاجه. تاني هيقول لي حادثه. هنا يا منصور يا ابني، انا سامع صوتك، انت جيت اخيرا يا ابني. ما ينصرك، تعالى تلم بقى. بقول لك يا عم انت حل عليك اهو، انا عارف الاثنين. منصور منصور امي بعد الحب اللي حبيته لك ده كله، طب ازاي انت نسيتني؟ نسيت سندوتشات المحشي اللي كنت بعملها لك، ولا اللقمه الضاني اللي كنت بعملها لك في الدبور؟ لا بصي، هو جاي تاخد فاضي كده ولكن على طول ده. لكن لو انت خطيتي اكيد عملت حادثه وترجع حبستك. ما تسمع الكلام بقى يا ابني منصور، وارجع لها. العيال انا مش منصور. لا منصور، انا مش منصور. لا منصور. ومش فاكر حد اسمه خالص. ما هو ده ابويا. ودي خدت نعم. اسمك ايه؟ زكريا منصور. لا واضح. سامحني يا ابني ورد. صح يا ابني. ما تخلص يلا ورده. يلا يلا يا منصور، هنقعد في ايدها حته هاديه وكل الكلام المنيل ده. هو انت متاكده انك كنت بحبك انت؟ ده انا سامع عارف من الاول. يلا يلا يا منصور، طب انت يعني في بابا وعم زكريا ولا في مش مهم. وماله؟ اتفضل يا ابني، خد راحتك يا ابني. ها طب اتفضل يا طب يعني يلا يلا يا منصور يلا. ايه ده؟ انت بعد ما تغير في لحظه كده؟ حبيبي بقى. انا جعان وانا لما بقى صراحه بركز. مسكين الجبنه ولا السمين؟ تعالى خد خد هات خد. شكل بس عارفه لو مش هتعرفي بلا ساعة قلبي. مالك عصير عملك كده. خد بس. كل حاجه عارفه محلوله كده. انت عارفه لو بقول لك ايه، ما تخلص بقى، ما تخليش عليك، ما تخلص يلا انت، وانا ايدي وجعتني. اهو شايفه القمر؟ انت يا وليه بصه فين؟ ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلص بقى، ما تخليش عليك. يخرب بيتك اقول اهو. فيرجينيا يا فيرجينيا يا قبيحة القبيحات. غير اللي القمر وهو يسطع في الظلام كأنه لمبة موفرة في طريق الاستقرار. اعلم يا فيرجينيا انه في ليلة اشد ظلاما من هذه الليلة صنع بعد انت واللي تشخص سوف تأتينا إلينا زحفة مثل السحر يومها وعليك ما في قدر نحو كفيرجينيا. بس يا بشر، ايه يا جرايه؟ لا ما اعرفش ينام وسطيكوا ولا ايه؟ كل ده تعمل الغدا جاي؟ لما تسمع يا حضر ايه؟ امال ممكن ده سؤال؟ اسال يعني السجارة الحرم؟ هو احنا فين؟ انا بقول لك اهلا انت هتلاقيني؟ طيب ايه؟ فين؟ طب ايه طيب؟ طب مكان؟ طب يا بنت ايه بقى المكان ده؟ يا دي طبعا طب بيعملوا عضلات طيب؟ طب مخدرات طيب؟ علاج؟ عيني الناس بتتعالج مين ايه بقى؟ الضغط الدوخة هيقدر ما هيقدر بس كده ما خدش القانون. الله ينور عليك، هي دي. طب انا مالي؟ انا جاوبني هنا ليه؟ كده عشان المسؤول. لا ما اسمحلكش. استنى عنك لو سمحت.
ده ماله ده؟ لا ما عندي جرين ده حد العالم اللي بيموت. بسيطك يا عيال. زهرة مالك سبريتها النهارده مرة معايا وصمر وعايدة وانشراح. كل دول محتاج. اصل كان نفسي اجيب الهواء. جبت كل دول وحد مبدان جبت عماد. طب الحمد لله ربنا يخليك. جبت عماد وسمير وامير ومنير. وسمير ومنير. لا ربنا ما عرفش بس اداني وجبت مراد وشادي وفارس. ايه يا عم ده كله فاكر نفسك هتنسى. انا بقول لك في عرض نجيب اثنين عليهم اثنين. خلي بالك. هيوقفوه هيحاولوا يحدثوا ويكسروه خليك دايما الناس اللي هتدخلني. بس ايه؟ انا افتكرت حاجه. ولا حاجه ولا ايه؟ كل اللي فاكره ورحت الشغل بيت العادي. فعلا يومك كان عادي زي اي يوم. والتانيين بقى اكيد واحد منهم. مش مهم انا مين، المهم انا مشيت لك كل الناس. طب وانا انت ايه مش همشي. طب همشي امتى؟ وتمشي ليه بس؟ انت مش مبسوط معانا هنا؟ انا مبسوط. ده كفايه فيلم الرعب الواحد عايش فيه. ايه ما بتحبش الافلام؟ عمرك ما رحت سينما قبل كده؟ لا اكيد رعب بس مش غاوي يعني. طب ايه اخر فيلم دخلته سينما؟ او بلاش، ايه اكتر فيلم لما اتفرجت عليه اثر فيك؟ فيلم علامة المسيح. غريبة بس ده فيلم دموي قوي. انت بتحب تشوف الدم؟ لا طبعا. امال ايه اللي خلى فيلم زي ده يعجبك؟ ولا انت من الشباب اللي بتنبهر بطريقه هوليوود في تجسيد وعرض القصص الاسطوريه؟ لحظه واحده. قصة الاسطوريه. قصص الاساطير اللي بتقدمها هوليوود وبتبهر الشباب. مش هنختلف، ده مجرد رأي. ممكن تقتنع بيه او تكرهه، ممكن تامن بيه او ترفضه. ايوه لكن شوف يا رمزي، انت قدامك حل من الاثنين، يا تعيش عاقل يا تموت مجنون. ايه؟ يعيش عادي. مجنون. اسمح لي يا حضرتك، ممكن تولعني؟ مدرس. اصل معيش ولاعه. ومين قال اني عايز ولاعه؟ انا بقول لك ولع ليه؟ يمكن قصده كبريت. بس برضه مثلا انا معيش كبريت. يا فندم يا فندم انت بتستهزئ بيا؟ انا جبت زيت ولع لك كبريت. ازاي مش سمعت غلط؟ اتهيألي قلت لي ولعني. قلت ايه بقى؟ ولع بيقول لك ولع. شكلها اللي زي الفل. طب هو في حاجه السيجاره وانا ولعها لك؟ انا ما ادخنش يا استاذ، ده انا لسه شاب صغير بكافح عشان مستقبلي. تيجي امتى؟ عايز تخليني افصل ساعتي وادخن؟ انت ايه يا شيطان؟ يا ابني انت اللي هتجنني. انت لسه قايل لي هنا ومولعني. يبقى ايه؟ يبقى متغاظ. متغاظ بيقول لك متغاظ. انا متغاظ من اللي حصل واللي هيحصل، وعايز اولع في الناس كلها. مش عارف. يا راجل وازاي بقى؟ يعني ولعوا من جوه زي ما انا ولعت من جوه. لما لقيته جري وسابنا وزمايله وقف من بعيد وعايز يطلع يسر ويضحك. هو مين؟ اللي بيروح على الرجال، اللي بيمشي ويجري وراه، اللي جري بسرعه وكبرنا وصغر مكاننا واستناه. طب هو مين؟ بكره تفهم لما يجي منك ويسيبك مولع. حاسب يا بيه، هو قال لك الاحتراف اللي عندي طاقاتي
معاك يا بيه، اسال يا ست هاني، قول واحنا هنجاوب على طول. سؤال بيوسف. لو ضحك على ادم وهواه حصل ايه؟ اكل من التفاح، اكل المانجا، اكل الخوخه، اكل من العنب، اكل من البطاطا. كيوي لا فراولة. ده بيه اكل من الجبنه واكل من الكشري، امال اكل من ايه؟ ياه بقول لكم ايه؟ ركزوا معايا وانت فكر قبل ما تجاوب. السؤال بيقول لما الشيطان ضحك على ادم وهواه حصل ايه؟ ما انا مش فاهم عشان اعرف. كده يا انت وهو. الشيطان ضحك على ادم وهواه وخلاه يربي شنبه. ايه يربي شنبه؟ ده حلوه دي. بص يا سيدي انت انا جبت ايه؟ ايه ده الله؟ ده شكله دي خالص. عارفه لو كان دوجلاس كان هيبقى احلى بكتير. كده كده خلاص. الشارع ده عمري ما همشي خلاص ولا بعيد عمري ما هغير الشوارع عشان فيها غابة وفيها عمري ما هاخد اكتر من الشباك عشان محدش يدخل جنبي او خايف على الطرف مش اللي بيعدي جنبي ما ياخدش كده ولو ايه اكون مقدره لاي حد بيعدي من ورايا كده في الشارع ده مش هبقى مضطره استحمل نظرات نظره من عليهم ما حدش هيقدر يتطلع من نظره يبص عليا كده في الشارع ده مش هلاقي اخوات يبص عليا وكاني فايده اللي بيروح وعارف كل ده مش مهم المهم اني لما هبقى في الشارع هعمل مبادئ هحكم واتحكم وما يجيبوش اللوم عليا يلا يلا غني غني معايا البنات يا جماعة ما يصحش كده كل يوم في الطابور في ناس مش في الطابور وعايزة تدخل المفروض يبقى في طابور للرجالة وطابور للحريم وانت هتقف يعني تقول يا كابتن انا خلينا انا هستنى. كمان انتوا مصدقين على ايه؟ كل واحد ياخد دور ان شاء الله. هي طلعت ولا ايه؟ لسه تفتكر هنلحق؟ حضرتك هم كانوا فاتحينها مش عارفين بيعملوه. ربنا يديمها نعمه تفضل مليانه على طول. تفتكر هيجي وقت ونوصل؟ ده بقى فاهم ايه؟ انا مش عارف بس خايف اموت قبل ما اوصل. لا لا يا راجل يا بركه ما تقولش كده. بس انا عندي سؤال. هو ده طابور ايه؟ ايه ده طابور مش عارف لو تسمح هو ده طابور ايه؟ تجديد ولا ايه؟ اقول لك يا باشا طابور ايه؟ حاجه بقى شوف البهوات. سيبه يا اخي ده شكله مجنون يا ليه هاجم ايه بس يعني انت بس فضايح. فضايح دول انتوا شفتوا حاجه تبني عليها. بيحطني في موقف تاريخي. لا لا نضيع كون نكونوش من اللي بيقفوا في وسط الناس ويندسوا ويزرعوا متفجرات بس يا جماعه احنا ولا ارهابيين ولا معاهم خبرات. انتوا ايه؟ انتوا مين؟ بس يا جدعان السيستم شكله رجع تاني. فرج الله الحمد لله بننزل مع المرتب المكافأة السنوية وده اقدر اعمل حاجات كتير كنت مرتبها من زمان واهمهم ابو المرادي والعيال طلعوا اسبوع اسكندريه اهو منها زياره الحماسي روح مصيف على قد ايه. مساء الخير الإدارة لو سمحت واو نعم. طب لو تسمح يا حضرتك انت عايز وصل ولا اتنين ولا قطع وصل ايه يا ست عيد؟ اكون بتكلم عن ايه اكيد بتكلم عن النور خلصني عايز وصل ولا اتنين لا لا بس انا الشهر ده انت لسه هترغي كده على الاسم ايه؟ وانا ومراتي كمان 3 ايام مش بطل ايه؟ وانا وانت مين يا عم؟ هنشغل بالليل قصت عليك. نسيتني؟ نسيتك ايه؟ بقول لك يا ماما زاد الرجل انا ما عنديش غير بالليل. يا راجل ده انا حبيبك بتاع الجهاز. لا
تعال. اتفضل. خد اللي هو. لا استنى يا كبير، ده يسخن مش شيلوا طلبات الناس المره. ناس مين يا عم؟ خدك العيش اللي منك، هات الورق الموبايل. استبان بس انا ما بعملوش البهاء من بيت. وبتاع اللعبه، الموبايل بتاعك وبتاع البدايه. قدام الادويه اللي قدام الصيدليه الاسبوع اللي فات. لما قلت استلفى اللي بابا مش هروح. استغربت الدكتور ما تاكدش اني مش مجنون. انت اللي بايدك تثبت انك زي بنات مين؟ لو انت خلينا احسبك مجنون. انا مش عارف ليه حاسس انك ان ايه؟ اسمح لي اقول لك مش حاسس بالدكتور اصلا. يا راجل انا بقيت عارف الحالات اكتر منك. عارف مين بتعمل الظروف لحد ما عامل شقه. ومين مدور على حياته اللي اتخطفت منها. ومين اختار الجنون اللي ما استحملش اللي حصل في حياته. ايوه انت بقيت محلل نفسي. طب ما تساعد نفسك. اساعد نفسي في ايه؟ انا مين وعايزين؟ انا واقع بس الطريق جاي منين ورايح فين؟ لكن الشيء الوحيد اللي مش فاهمه انا هنا ليه؟ وليه اقدر قلت مجنون؟ اهدى يا استاذ رمزي عشان اقدر اساعدك. لا مش هقدر واخلي من لحد ما تخرجوا لي من هنا. هنتاكد اكتر انك مجنون ومجنون خطر كمان، وهتستعمل معاك طرق مش هتعجبك. انت طريقك انت بس ليه ممكن تكون دكتور؟ وانت مش ممكن تكون عاقل. اقعد يا استاذ رمزي وخلينا اساعدك. انا كنت كلمه واحده، اي كلمه تخطر عليك. حاضر عشان كده بس اني عارف. انا كنت قلت كلمه واحده، اي كلمه تخطر على بالك. اسرح خيالك وانت خالص. جوش كلمه واحده. الانسان لا حلو، مطلوب خير، موجود الحب، هدف الصداقه، مفقود الحرب، فراغ المال، طريق العدل، بحر الارض، غربة الالم، سجن العالم، موت السماء، نهاية الموت، بوابة الحياه. نزيد. كده اتاكدت ان حالتك صعبه ولازم تتعالج. افكار كتير في عقلك لازم تتغير، لازم تتبني من جديد، وعشان ده يحصل لازم تنسى كل القديم. للاسف انت واللي زيك بدأت تتعلموا وتفهموا الدنيا صح، دايرين تنشروا تعاليم مبنيه على خزعبلات، والناس غلبانه بتصدق لانها عايزه تصدق. كفايه عليك كده النهارده. ايوه يا مينا. انتوا قالوا السكة صعبة ومتعبة، وانا لو لوحدي هتكسر واغرق واضيع. معقول تكون ما بقتش جوه المركبة وتسيبنا خاف للدرجة دي في أول هزيع. أيام تقال والسكة صعبة ومتعبة، وأنا لو لوحدي هتكسر وأغرق وأضيع. معقول تكون ما بقتش جوه المركبة وتسيبنا خاف للدرجة دي في أول هزيع. يا بنت يا حنان، بنت يا بنت. افرحي يا بنت عشان النهارده يوم مختلف، النهارده يوم عظيم. اخيرا جالك عريسه. ده انا كنت خلاص للاسف فقدت الامل من زمان ونفسي اعمل فيها حمل واقف ونجهز واتامر على عريس بنتي، بس الحمد لله اخيرا فرجت. مساء الخير يا ابو حنان. اتمنى ما كنتش اتاخرت عليك. لا يا ابني عاوزني اتفضل. طيب لحظه اصل انا مش جاي لوحدي. اعرف حضرتك نادر رياض حنان فريد. في حد جاي تاني كده ولا خلاص؟ لا يا عمي يا الزمن دي خلص وتعارف. مفهوم. تشربوا ايه؟ ملوش داعي يا عمي. بقول لك ايه هو مين ده؟ انا ابوه. لا مؤاخذه يا بيه ما خدتش بالي احنا مش زي الناس. ايوه
ربنا يبارك ويكمل فرحتنا. يا رب. بس ممكن اسالك سؤال؟ اسال يا عم. هو مين فيكم العريس؟ انا ايه؟ انتوا كلكم؟ وانت مش كبرت على الموضوع ده؟ بكون نفسي. احنا نفهمك يا عم. فاهمني يا ابني؟ احنا نوضح لحضرتك. هو مش انت برضه والد ربة السون والعفاف الانسه حنان؟ وهي من مواليد الجيزه لشهر اغسطس سنه 1995. مسألة دراستها محصورة على البكالوريوس ده من كلية التجارة جامعة عين شمس تقديم مقبول جدا لسنة 2015. بتزلط في البيت هيفرقتك يا ابو عمو 5 سنين دون عم. انت بتحكم بوسيمة مميزة بإحدى شركات المحمول. طب وانتوا بتحكوا لي ده ليه حياتنا كله ليه؟ لا يا فندم للتوضيح وللتسليم وجه للتسليم ان يتم حضرتكم عروس المطلوب يعني على العنوان. ماذا بعد؟ شوف يا عمي بعد البحث والتفكير والتفكير المنتج العميق قررنا نحن وبعد الاستماع لرأي الأغلبية بعد الرجوع ترتيب العمري والأفضلية التقدم من الخطوه التي كثيرا ما حالات عظماء. وأطاع أقوى الأقوياء وأطاع بأحلام الكسرى. انها الخطوه التي تعافي الاقرب الى الانتحار، انها خطوه الارتباط والزواج من كلماتكم الانسه حنان. هو ده اهو بتسابوا على ايه؟ متشكر يا اخواتي. بما اننا نفس السن وظروف من هنا واحده لا تسمح بارتباط وزواج كل منا على كده، فانا قررت انه لابد من وجود وسيله لاختيار بها من يمثلنا في الزواج. وسيلته مين يا ابني؟ عمال الشعب. يا عم يا عم ارجوك كده وتفاهم الامر. لازم تعرف اننا اصحاب من سنين الحلوه والمره. والسهل والصعب والعذرية والجواز. صاحب ايه عن صار والرجوله والجدعنه. اخرس بقى كده انتوا وهو وقولوا لي بعد ما لميتوا من بعض علشان واحد فيكم يتجوز قررتوا تختاروا مين فيكم اللي هيتلاقي يتجوز؟ طبعا يا عمي بحل بسيط. جاهزين يا شباب تحفل الحكايه؟ جاهزين. 1 2 3. انا اسمي سمعان، انا شاب غلبان، وفي يوم من الايام صحابي قالوا لي كلام. قالوا ايه؟ قالوا عمري كده يفوت من غير جواز كده هنموت امكانياتنا ضعيفه ولا تكفي اي حد، لكن الحل الصعب واحد فينا يحب. قررنا نجمع مننا بس يا ريته يكفينا. وعملنا قرعة علينا واحد يتجوز فينا جوازة بايدينا ويصعب علينا علينا. قرروا يجوزوني بجوازة جابوني. حلالي العجب بس انت برضه السبب. انا لو كنت محلك ما كنت اتجوز زيك. انا لو كنت محلك ما كنت اتجوز زيك. مش هعمل زي زمان واتجوز حنان، مش هعمل زي زمان واتجوز حنان، مش هتجوز حنان. هتفرق. لا طبعا مش موافق. ولا انا كمان موافق ولا انا كمان موافق. ما من زمان مش موافق. لا موافق افرح ولا موافق اضحك ولا موافق حتى احلم. كل يوم بقول بكره هعمل، بكره هوصل، بكره يمكن فيها نوصل بس نجري، وكل ما اجري انا بتجري اسرع واصل، ولا لا لاحق اجري ولا لاحق افهم ولا لاحق حتى احلم. توت توت اوعى مصر توت. حكايتكم كلها معاناة وانا اللي فاكر ان حد صعب. اوعى تدفع عليه. اهم حاجه يبقى عندك خلق. لازم تخليها يحترموها يا اما انا هتتلطف. مفهوم مفهوم. خلي بالك من الفلوس. لا وانت عيالك كل اللي بتشوف فيه. واحنا حتى لو قالوا لك ان مش هتحقق حلم حاضر هسمع كلامك. بس انا عايز اسمع منك. ايوه عايزين نعرف كده. انا لو مش شايف ان حكايتي مفيش حاجه تفتكر. اقرب واهم حاجه ان الحته دي نفسه وسيله. انت متضايق مننا؟ احنا بنحبك. كلنا بنحب. وانا كمان حبيتك وحبيتك اهو كمان. وانا كمان بحبكم.
اهلا يا سراج. لسه مستمتع بالعيشه مع المناخوليا؟ انت شايف ايه يا حضرتك؟ شايف انك هنا لقيت حياتك اكتر من بره. بره مع محاولتك ما كنتش هتلاقي انت والسناس زي هنا. يا راجل ده انت هنا بقيت رئيس المناخوليا. حلوه رئيس المناخوليا دي. اعتقد اللي انت بتتكلم عنهم دول يبقوا المرضى بتوعك. المفروض سيادتك بتعلمهم. هو انا ما قلتلكش؟ ما انا سبت لك انت المهمه دي عشان اتفرج بقى العلاج. وانا مش مجنون. كل المجانين بيقولوا كده. وانا متاكد اني مش مجنون. ده بقى لو بيعتبر ان ايمان اللي بيختلف معاك ده جنون. خسارتك صدقني. انت مخك نضيف بس مستسلم زي ناس كتير. مستسلم لايه بالظبط؟ مستسلم لاوهام سيطره الفكر الديني بتاع التوب وارجع. اعمل ده كله عشان ربنا يحبك. احنا تقول لي عملت طول حياتي لانه مش حقيقي. دي كلها مجرد مسلمات من جيل لجيل، او تقدر تقول عليها اكبر اكذوبه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده بتقول على ولا مكسوف؟ لان دي الحقيقه. رمز، انت عارف في كم ديانه او عباده في العالم غير المسيحيه؟ بلاش. طب تعرف في كم طائفه في المسيحيه غير الارثوذكسيه؟ على فكره كل الناس دي ناس اصحاب قناعات زيك وشايفين انهم ماشيين في الطريق الصحيح. من غير ما اعرف العصر، لكن يبين من الطريق الصح. دي وجهه نظرك انت. طب تعرف ان في مقوله بتقول ان الاديان هي صناعه الحكومات؟ الاديان صناعه الحكومات من اجل السيطره على الشعوب. فلسفه غريبه. بس توصلك انك ممكن ده ما كانش اكيد. عايش في كذبه كبيره اسمها الايمان ولازم تتخلص منها بسرعه. ساعتها بس تبقى عاقل بجد وبتعيش حر. بس ساعتها على بيها اله. وهو فين اساسا؟ ولو موجود ليه سايب الحروب والمجاعات والاوبئه يقضوا على الناس بالملايين؟ موجود. اكيد موجود بس هو ما تغلطش نفسك واعترف بالحقيقه حتى لو صعبه ومر وخليك عاقل. سيبك تفكر شويه مع نفسك وارجع لك تاني. استنى. انت على فكره احب اقول لك حاجه عشان التساؤلات اللي هتدور في ذهنك. زي امال مين اللي خلق الكون؟ مين اللي صنع؟ مين؟ طب اديك قلت اهو. مين اللي صنع الكون؟ مش الله زي ما اتعلمنا؟ لا مش زي ما اتعلمنا. وعلميا وطبقا لنظريه البيج بانج ان الكون تكون بعد انفجار كوني عظيم. شغل مخك وانت تفوق. عن اذنك يا عادل. ازاي؟ استنى. لا لا. طب اتعلمت. طب وكلامه؟ طب اللي اتربيت عليه؟ مش ممكن. المحبة والظلم. الظلمة والنور. هو ممكن يكونوا متسربوا؟ لا 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 ما ينفعش. ما تبصليش كده. عينيكم بتزيدني حيرة. هو انا مجنون زيكم عشان فاكر ان ربنا موجود؟ مجنون عشان فاكر ان في حاجة تانية بعد الموت؟ ردوا عليا. انا مجنون ولا انا عادي؟ طب لو هو موجود لازم ان ده يحصل في العالم. ليه يحصل لكم انتوا كده؟ ردوا عليا. انا عارف ان انا مجنون. طب رد انت عليا اهو. يمكن ما ظهرش عليك من سنين بس الوقت ده محتاجك فيه اكتر من اي وقت تاني. رد عليا. رد عليا انت فين؟ ايه يا شجرة صدقني مخلوقة من غير طول. اه خلاص ماشي. اكيد. رمزي. طب ما انا رمزي. لا ما هو اكيد لاني خلصت عليه. زعلان ليه بس؟ هو مين؟ حتى انه عنده حكايه. ايوه طبعا النور عنده حكايه. طب ده اسمعه ازاي بقى؟ انا بسمعه. ماشي يا ستات. اه
زهقت من العيشه دي. امتى بقى نتولد ونخلص؟ ايوه، واستريح من وشك اللي طول الوقت في وشي. هتوسعي شويه يا ست، انا مش عارف اتحرك. وسع انت هتاخد المكان كله لحسابك. انا مش عارف اتحرك، العيشه بقت صعبه، كل يوم الدنيا بتاعتنا بتزيد. والواحد بقى خايف من بكره. بكره هيكون في ايه؟ تلاقي زي امبارح والنهارده. لا، اكيد بكره في اختلاف. اكيد الحياه بعد الولاده مختلفه. حياه بعد الولاده؟ بتصدقي برضه الكلام ده؟ طبعا اكيد في حياه بعد الولاده، والاكيد ان هي دي الحياه اللي بجد. اهو ده كلام الناس اللي ساذجه مثال. عمرك انت قابلت حد جبنا الحياه اللي بعد الولاده دي؟ اكيد لا. يبقى ازاي نصدق ان في حاجه غير هنا؟ وين وافقتك ان في حاجه غير هنا؟ هيكون شكلها ايه؟ معرفش، بس متهيألي هتكون غير هنا. هناك النور في كل مكان، هناك هنمشي على رجلينا وناكل ببقنا. نمشي على رجلينا؟ ضحكتني. ازاي اصدقك اننا ممكن نمشي على رجلينا الضعاف دول؟ وازاي ناكل ببقنا؟ يا بنتي احنا ما بناكلش غير بالحبل السري وبس، فكري بالعقل وبلاش كلام الدراويش. معرفش، بس انا حاسه ان الحياه بعد الولاده. بعد الولاده نهايه الحياه، كل شيء بينتهي، هو ده التفكير المنطقي. برضه لا، اكيد في حياه بعد ما نتولد. صحيح معرفش ازاي، بس اكيد امنا هتساعدنا. امنا؟ ضحكتني. انت مصدقني في ام اصلا؟ ايوه طبعا، احنا اجلنا لسه ما اتولدناش، يبقى اكيد في ام. يا سلام، عايزين اصدقك. طبعا احنا اكيد عايشين في بطن امنا. ساذجه، ما هو ده الكلام اللي مرجعنا ورا. طب انت عمرك شفت الام قبل كده؟ لا بس. تعرفي يا جنين شاف الام قبل ما يتولد؟ لا بس. بس دي خدعه بتضحكوا بيها على الاجنه اللي زينا. لا، هي اكيد موجوده وحوالينا في كل حته ومعانا في كل لحظه. احنا اساسا عايشين في بطنها، والاكيد اننا عايشين بسببها. سيبك من كلام التخاريف دي واعملي زي وعاكش تؤمني غير باللي تشوف عينك. العلم بيقول كده. ازاي اصدق ان مفيش ام وانا حاسه بيها؟ كل شيء حواليا بيشهد انها موجوده. ازاي وانا حاسه ان حياتي جت منها؟ عارف، لو جربت تسكت شويه وتغمض عينك وتسرح للحظات، راح تسمع صوت بيكلمك ويقولك بحبك. وقتها هتحس بحب ورحمه. صدقني جرب، وانت ساعتها هتحس بلمسه مليانه حنيه تشعر بيك وبكل ما فيك. وبسرعه اكيد راح تشعر ان الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي بحلوها ومرها مجرد مرحله، لكن الحياه اللي بجد لسه ما عشناهاش ولسه بتتعدي لينا. بس خلاص فهمت. انتوا صح وانا اللي تهت وشكيت. بس ازاي تقولوا كده؟ وانتوا عليم ولا فين؟ ولا كنتش هو؟ ايوه هو. ايوه انت يا رب. انت بتجاوبني. انت بتردني ليك من تاني. سامحني يا رب. انا شكيت فيك في وجودك. بس انت موجود. والكل كله بيشهد بوجودك. انت اقرب بكتير من انا كنت فاكر. اشكرك انك بتجاوبني. ايه يا رب، جاهز عشان تخرج من عالم العقلين؟ طبعا جاهز. يا اخي انا ما اعرفش ازاي وفكرت زيك من زمان. معلش، كله بوقت. وديك دلوقتي عرفت وعرفت امور كتير. تقدر دلوقتي تفيد غيرك. وعن زيك كمان. وممكن ما تكتفيش باللي حواليك. لا، ده انت تقدر تنشر الفكر في كل حته، في البيت والشغل وعلى النت. وابقى المبشر الاعظم من الحال. مش كده؟ مش بالظبط. امال ازاي؟ لكن اديت ايمان بربنا وخليتني امشي وراك. وانا بجهلي ما عرفتش ارد عليك. انت رجعت تقاوح تاني؟ يوه انت عنيد. وانت مريض. اسمع، انت كده رجعت تمشي وخلاص زي الحيوان. بالعكس، انا كده برضه زي الحيوان. حيوان رخيص. حياته بتنتهي بموت. انا انسان غالي وغالي قوي كمان. وحياتي الشراء المساح بنوم. بطل كلام شعارات وقول لي هو فين، ورد على الاف الاسئله اللي بتنفي وجوده. انت بترد على ملايين الامور اللي بتشرب وجودك. السماوات تتحدث عند الله والفلك يخبر بعمل يديه. طب والعلم والنظريات الكتير اللي الانسان وصل لها؟ انت نفسك كلها نظريات. يعني مسلمات. انت بتبرر الايمان بكلام غير علمي. مانع علم. غلطاتك العلم اللي بتبص منه غير جواب. يعني ايه؟ انا بتكلم من نظريات علميه ومعروفه للعالم كله، زي نظريه التطور لداروين. عارفها طبعا. انت اكيد عارف ان الجزء الرئيسي فيها هو التطور الكائن من موضع لموضع لولايه الطبيعه. طب هو ايه تحليل النظريه اللي بتقول ان الكائنات بتعمل في اصل خليه واحده؟ وده طبعا بيلغي قصه ادم وحواء. عارف؟ وده الجزء اللي كل الناس بقت عليه ان الانسان اصله يرث. بالظبط. للاسف ده الجزء اللي غلط. لان علميا مفيش ولا اثبات واحد يقول ان كائن زي كده مهما مرت عليه الاف السنين
دلوقتي بتتحول لانسان. طب بلاش العلم، المنطق بيقول ان الكون كله يحيا ويتجدد تلقائيا. ليه عايزنا نصدق ان في وجود اله؟ منطق يا احترم، بس تقدر تقول لي ثاني منطق بيقول ان الطبيعه دي كلها كل تفاصيلها اتخلقت صدفه. طب والاسئله الكتير اللي ما بلاقيش فيها اجابه؟ تعالى بس العلاقه بربنا كل الاسئله ليها اجابه وكل الاسئله متاحه. لو كلامك ده صحيح وربنا فعلا موجود وكلية المحبة والمعرفة والقدرة والخير، ليه ما خلقش الكون كله خير؟ وليه ما يمنعش الشر أساسا؟ ولا ما يقدرش؟ لا اكيد يقدر، بس تفتكر لو منع الشر او منع حتى الانسان يفكر فيه، تفتكر الانسان هيكون بيطالب كده؟ بالعكس هيكون مجرد آلة بيلعنوا كل شيء، بيتمنوا الموت لنفسهم ولغيرهم. لا ما تقولش نفسك. تفتكر ازاي الشعب لما كان بيمر فيه بيصر ربنا بإيمان، ربنا بيغير كل شيء لمجده. وهنروح بعيد ليه؟ بص في عين كل واحد فيهم واسأله الأحداث اللي حصلت في بلدنا الكام سنة اللي فاتت من ثورات تغيرات وكورونا اللي قلب العالم ده كله. تفتكر صدفة؟ طب بلاش. اسأل الناس البسيطة صاحبة الإيمان البسيط وتعرف إن بجد ربنا موجود. يوه أنت عنيد، أنا كنت خلاص أعتبرك عاقل وأخرجك من هنا. وإزاي أبقى عاقل من غيرك؟ وإزاي أبقى عاقل من غير ما كل يوم أشهد بخير؟ رمزي قدامك فرصة واحدة بس للاختيار. وانا اخترت يا دكتور اسيب العالم من بره من زي الزبون ومن تاني جواه الموت. اخترت اتلون بين الضعف والجرح والانهماك. اخترت اكون ابنه حتى لو عرف اني انا المجنون.
مساء الخير على حضراتكم. انا بس حابب اقول لكم ان الخدام اللي واقفين على الباب او الكشافه هم بينفذوا نظام المسرح وليس نظامنا احنا. الموضوع مش معانا.